لابد ما يكون عندها جواب. ونبدا اولا نقول بانه في حقيقه شتي هذا النظام ديال لايمو ديال التضامن ولايمو لاسيونس مالادي اوبليغاتوار هو اكبر انتصار، والانتصار كان بانهاء العمل بنظام غميد اللي بغى يخلي المغاربه مازال غميد واحد العامين ولا 3 سنين، وكان كيخمم بان هذاك النظام هذا بالنسبه لي سي اكايك، لانه كتعرفوا سيو عند المغاربه وسقسيوهم ملي كان النظام ديال غميد شحال كيتسنى من شهر ولا من عام باش يدير العمليه ديالو، واليوم يمكن يمشي يدير العمليه ديالو الجراحيه في القطاع الخاص وفي القطاع العام وفي كل وقت. هذا يعني تغيير جذري في قطاع الصحه، وبالنسبه لنا لي سيرفيس اللي كيتعطيو المواطنين. وحنا بالنسبه لنا من نهار اللي دخلنا لهذه الحكومه وحنا زربانين باش هذاك النظام ديال الرميد نلوحوه على برا، لانه ما كينصفش المواطن، وجبنا اللي كينصف المواطن هو لايمو ولايمو ديال التضامن. كذلك جو في بعض التدخلات الكلام على المؤشر. اولا خليني نقول لكم بانه المواطن كيعرف المؤشر مزيان وكيعرف لو كالكول ديالو والحساب ديالو، وكاين دي زيكسبير في القهاوي اللي كيعرفوا هذا الشيء ديال المؤشر باش نقولها لكم. وهذه القضيه ديال المؤشر هو في الحقيقه الاهم بالنسبه لنا هو التفعيل، لان خدينا الوقت الكافي يعني للتقييم. وما يمكنش نتكلموا عن نواقص اليوم لا كنت ما كانش التفعيل ديالو. انا كنتوقف اولا على المنجز، لانه المؤشر اللي هو محط مناقشه واسعه اليوم هو مكسب اليوم بالنسبه لبلادنا بفضل العمل الدؤوب اللي قامت به مصالح وزاره الداخليه والاستهداف المباشر نتيجه العمل الجبار التي قامت به مؤسسات يعني ديال الدوله في وقت وجيز. تعرفوا بانه كاين لو كوميساريا وكانت وزاره الداخليه ولا بنك مونديال وشافوا اشنو هو لو موديل سوسيو اقتصادي اللي قريب للمواطن والتجربه العالميه باش سميتو. وهذاك المؤشر ماشي مخبي، المؤشر راه خرج في الديكري في الجريده الرسميه ديال غشت 2021. لا ميثود كيفاش كيتكالكولا وهذا كل شيء كاين. داكشي علاش المغاربه والمواطنين كيعرفوه مزيان، لانه عارفين الحساب ديالو كيفاش يكون. واللي يمكن لي ندير بانه كاع الادارات